مع نبي حضارة. يسعد مساكم بكل لغات العالم. حلقتنا اليوم عن تأثير الفن الهابط في تربية الجيل الصاعد. منقول تأثير الفن الهابط في تربية الجيل الصاعد. يقول إبراهيم كشت: لا أدري، ربما كان ثمة تناقض في تركيب عبارة الفن الهابط، فالأصل أن الفن نتاج إنساني مبدع يعبر عن المشاعر والمعاني من خلال صور جمالية تحمل القدرة على الإيحاء وتحفيز الحس الجمالي والارتقاء بالنفس وإرسال المتعة السامية في الوجدان وتشكيل الذوق السليم الرفيع. فكيف لنا أن نعرف أن هذا النشاط المبدع الصوتي الجليل بالدونية والهبوط قد تأثر على هذا الفن؟ لعل الأصوب أن نقول أن هناك نشاطات وأعمال نسميها فنا مع أنها لا ترتقي إلى مستوى الفن، فهي ليست فنا أصلا أو أنها فن زائف. وبالتالي فإن استخدام عبارة الفن الهابط في عنوان هذه المقالة هو من قبيل الاستعانة بالتعبير الدارج المتعارف عليه، الذي يشير أكثر ما يشير إلى أنماط من الموسيقى والأغاني والصور والحركات. الفن الهابط الآن منذ القديم كان هناك أغاني بسيطة منعجزات تقدم عبر فنانين وفنانات ليست بالأصوات القوية، ولكن كانت تعبر عن قضية معينة وحالة إنسانية، والناس والجمهور يحبون هذا النمط من الأغاني التي في كثير من الأحيان يعبر عن نمط من حياتهم ويوصل الفكرة بطريقة ويحبونها ويشعرون بها من خلال تقدمة الفنان أو الفنانة لتلك المفردات من خلال الأغنية، الموسيقى أو المسرح أو شيء. ولكن نرى في أيامنا هذا الفن الهابط يزيد ويزداد ويزداد، وأغاني المهرجانات والناس والجمهور الحاشد لأغاني المهرجانات والضجة والأصوات الصاخبة والكلمات الغير مفهومة وغير مسموعة والموسيقى الصاخبة، ما يدل على أن الجمهور الذي يحضر لا يحضر من أجل الفن كفن، ولكنه يحضر من أجل الاستمتاع مع الآخرين والأصدقاء والأصوات الموسيقى العالية، وهناك يستمتع بالجمعة اللي حواليه وليس يستمتع كما كان من قبل يلجأ الجمهور إلى الحفل الموسيقي الكبير أو إلى مسرحيات هادفة أو مسلسلات هادفة. أنا أتكلم هنا عن الفن الهابط بكل المجالات الفنية، سواء الأغاني، المسرحيات، المسلسلات، أو الأغاني الكليب الهابطة التي أي واحدة بنت بتغني أو شاب بيغني وبيأدي مثل أي حدا تاني، وبيقولوا له والله يمكن عندك نبرة صوت حلوة، وهو بيستغلها الظروف وبيروح بيطلع بيغني من دون معاني للكلمات. ممكن يؤدي الأغنية، وإذا كانت أغنية من كلمات حلوة وجميلة ولحن يعني بيجي على القلب، ولكن هو بيختار الأغاني الهابطة، يمكن ما بيقدر يدفع للملحن أو المؤلف. عنا نحن مؤلفين، عنا ملحنين، عنا كتاب مسرحيين، عنا كتاب مسلسلات، ولكن هولي الناس بدهم دعم. ولكن للأسف الشديد الأغاني الهابطة والفن الهابط والمسرح الهابط عم يزداد سوءا بعد سوء. فقط كل واحد بيطلع بده يمثل، بفكر حوله انه هو عم يأدي، ولكن هذا بالعكس بكون ما عم يعرف يمثل، او الفكرة غير منطقية، او الفكرة بس فقط بده الجمهور يزقف. لانه صرنا شفنا كتير من الفنانين بهالايام بيروحوا على الحفلة، اذا بدهم طلب منه يغني لهم اغنيه طرب، نحن قاعدين بدنا نسمع الاغاني الحلوه اللي تعودنا عليها وجايين ننبسط مع اهلنا، مع رفقاتنا، مع اصحابنا، مع معارفنا، ولكن هو للاسف بيروح بيغني اغنيه دبك دبيكه وجنوا لحتى الناس بدهم يرقصوا قدامه، ما عادوا يعرف شو بده عم يغني، انه المهم عم ترقص وتزقف العالم ما حتزقف اذا ما كانت مبسوطه. واللي قاعد عم يرقص هو بيرقص ان شاء الله بيرقص على المعلقه، اذا ضبط له اياها بيرقص
بيرقص عليها، ولكن الجو العائلي افتقدناه جدا. لما نطلع حفلة مع أولادنا أو عرس أو مناسبة بيرجع راسنا عم يوجعنا من هالفن الهابط يلي مفكرين حلو بالطبل 20 طبل، ولا هالأغاني يلي دق 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 والأصوات مزعجة والسبيكة حتى بتكون ما عم تشتغل مثل العالم. وليه عم يغني؟ يلا بده يمرق، أو الدي جي بده يغني بده يحط الأغاني اللي بيعرفها هو، بيفكروا إنه يضل هن اللي بيرقصوا العالم. أو كل العالم بتقوم بترقص، ما كل العالم جاي كبار بالسن أو صغار، ما الجميع بيقوموا بيرقص، ما بيحبوا يرقصوا. ناس جايين يستمعوا ينبسطوا بالحفل أو المناسبة أو العرس لحتى يرجعوا على البيت يحكوا كلمة أو يحسوا إنه راسهم ما عم يوجعهم، ما في هالضجة يلي هالفن الهابط اللي عم يصدروا لنا إياه بهالأيام، وعم يخلوا الجيل الجديد يتعود عليه للأسف الشديد وينسى الفن الماضي تعودنا عليه. على الرغم إنه يضل الفنانين في عنا أصوات كتير حلوة، إذا غنوا هولي الأغاني أو ألفوا غنية كتير عالم بتسمع، ما بيقولوا الغنية جديدة ما حدا عم بيسمعها، لا عم بيسمعوها وبيلاقوا ترحاب من الجمهور إذا كان كلمات وألحان مفيدة وممتعة ومسلية وحلوة بتدخل على القلب وعلى الأذن. يسعد مساكم بكل لغات العالم. معكم نبيع حدارة من سيدني أستراليا.